هنتفاجئ واحنا بنشوف البنت دي وهي بتشيل الحاجات الكتير قوي دي اللي حطها على وشها. امسح ميك اب صاحبتك هتلاقي سيد ابن عماتك. بلاش تصدمينا قوي بقى، مش عايزين نتصدم قوي قوي بالله عليكي. يعني ورينا كده وبلاش الصدمة، يعني احنا مش حمل اي صدمات نهائي، ولا احنا ولا الرجالة ولا اي حد. يعني حرام بجد الرجالة ما بقاش عندهم ثقة في البنات، ولا حتى مش ضامنين. هو انا لما اروح لها وهي حاطة بقى المكياج والحاجات دي كلها، هل هي بالجمال اللي باين عليها دي، ولا هتطلع جعفر ابن خالتي، ولا هتطلع سيد ابن عمي، ولا هتطلع سيد معرفش مين؟ ما علينا يعني، بس بلاش تصدمينا بالله عليكي يا مزة. لحد الان بتفرج وخايفه اتصدم، فانا عماله اتفرج بقى كده ومندمجه هتعمل ايه، فاحنا وراها لحد ما نشوف هي هتهبب ايه وشكلها هيبقى عامل ازاي. هو لحد الان بصراحه البنت جميله يعني، وبصراحه من غير الميك اب كمان كان يعني احسن من لما كانت حاطه ميك اب في اول الفيديو، فهي دلوقتي احسن بصراحه بكتير. وعايزه اقول لكم حاجه يعني، مش كل البنات على فكره اللي بيحطوا ميك اب وحشين. في بنات بيحطوا ميك اب ومش حلوين بالميك اب وبيكونوا حلوين اصلا من غير الميك اب عموما. فمش كل بنت بتحط ميك اب فهي وحشه، بالعكس يعني. ده اغلب البنات اللي بيحطوا ميك اب بيكونوا اصلا حلوين جدا جدا كمان. بس الفكره بتبقى فكره تعود، ان هو للاسف هم اتعودوا على بشرتهم بالميك اب. لما يجوا ينزلوا في يوم من غير ميك اب هيحسوا ان هم كده قرع، كانهم مثلا مش حاطين حاجه. هيحسوا كده ان الناس بتبص لهم بصه وحشه، اللي هو ايه ده، شكلي مش حلو كده، طب من غير ميك اب ولا ايه؟ فللأسف قصة الميك اب دي ما بتكونش علشان البنت وحشة ولا حاجة، بس بتكون ان البنت اتعودت، ولما بتتعود على الميك اب بيبقى صعب عليها قوي ان هي تنزل من غيره. فحاولوا بجد يا بنات، عودوا نفسكم وعودوا بشرتكم ان انتوا مش على طول تحطوا فيها ميك اب. يعني مثلا لو انت متعوده تحطي كحل اسود وانت نازله على طول، هتلاقي نفسك مش قادره تنزلي من غير الكحل. انا واحده من الناس كنت على طول بحط كحل اسود في عيني، فجت عليا فتره انا مش قادره انزل من غيره بجد. يعني انا بحب جدا الكحل، بحبه في شكل عيني عموما، فما كنتش قادره انزل من غيره. جيت لا بقى، انا لازم احب نفسي في كل وقت حتى من غيره، لان انا مش كل وقت هبقى قادره اقوم احط ميك اب، مش كل وقت هبقى قادره اقوم ان انا اعمل حاجات. فانا قلت لازم احب نفسي زي ما انا. فبدات ان انا ايه، انزل وانا مش حاطه، وبالعكس حبيت شكلي من غير اكتر، حبيت شكلي من غير الميك اب اكتر من الميك اب اساسا. فانتوا تعودوا على شكلكم في كل وقت، وصدقوني هتحبوا نفسكم قوي 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 كمان بجد يا بنات. ممكن تغذي بشرتك بحاجات أساسية أحسن، زي مثلا الحاجات الطبيعية، زي خلطات، زي سيرم كويس تحطيه على وشك، زي ماسكات كده حلوين تروقي بيهم، مرطب كويس. كل الحاجات دي هتدي لبشرتك عموما نضارة، فبالتالي هيبقى حاسة ان بشرتك صافية. فكل الحاجات دي على فكرة بقى احسن من الميك اب بجد. انا ما قلتش انتوا ما تحطوش، حطوا، بس ما تعودوش نفسكم على شكلكم بالميك اب، لانكم لو اتعودتوا مش هتقدروا تعيشوا من غيره. وحتى لو نازله ترمي الزباله، مش هتقدري تنزلي ترمي الزباله يعني اللي هو من غير وانتي حاطه ميك اب، فهتبقي لازم حاطه ميك اب. فاتعودي على نفسك زي ما انتي، والله العظيم كلنا قمر بجد. طب والله بقى كده هي البنت زي القمر، وبجد كده احلى، وعاجبني ملامحها جدا كده، وحقيقي يعني ما شاء الله. فما تاخدوش فكرة ان كل البنات وحشين وان الميك اب ده خداع والكلام ده كله. بيبان على فكرة، بيبان الميك اب ده خداع ولا مش خداع، كل حاجة بتبان.